أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة زوال يوم الثلاثاء حكماً قضائياً في حق ستريمر المعروف إلياس المالكي، يقضي بإدانته ب10 أشهر حبساً نافذاً على خلفية قضايا مرتبطة بالتحريض والتشهير. وقررت هيئة الحكم بعد مداولات قانونية في جلسة سابقة معاقبة المعني بالأمر أيضا بغرامة مالية حددت في 20,000 درهم، وذلك بسبب مجموعة من التهم التي شملت القذف والسب والتحريض والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، عبر إلياس المالكي عن اعتذاره بخصوص ما صدر عنه في عدد من مقاطع الفيديو التي نشرها سابقاً، مؤكداً عزمه الانسحاب النهائي من مختلف الفضاءات الرقمية فور انتهاء هذا الملف القضائي. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته حجب جميع الحسابات والمنصات الرقمية التي ينشط عبرها المتهم، معتبراً أنها استعملت كوسائل للتشهير بالأشخاص. في المقابل، طالب دفاع إلياس المالكي ببراءة موكله، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليه يشملها التقادم القانوني، ما يستوجب إسقاط المتابعة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي سيارات الأجرة على خلفية تصريحات منسوبة لستريمر اعتبرت مسيئة ومهينة في حقهم. كما أفادت المعطيات بأن عملية توقيف إلياس المالكي التي جرت تحت إشراف الضابطة القضائية أسفرت عن العثور بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، وهي الوقائع التي نفى المعني بالأمر استعمالها.